برشلونة أعطي الفرصة وحدث الانفراد الحقيقي الواضح والصريح، وبالتالي يضرب الريال من العمق الدفاعي. وبرشلونة إذن في الدقيقة 15 يتمكن من تسجيل الهدف الأول في مدريد. أوزيل عند الدقيقة 13، والآن البرشا يتمكن من تسجيل الهدف الأول. مرة شوف شوف لاحظ معي الانطلاقة سريعة، وكان أيضا بيا ماخذ له مكان، ولكن شوف ولاحظ معي لاعبين كبار، لاعبين ما يلعبون على الإطلاق، إنه ميسي. لاحظ ميسي والكرة البينية وين، هو ما يسوي شيء، هو الآن يهيئ الكرة إلى أنيستا، وأنيستا يسجل الهدف الأول له في الكلاسيكو. تصور هذا اللاعب الكبير، لاعب خط الوسط الثاني لبرشلونة. ميسي يتقدم ويسجل الهدف الثاني لبرشلونة. ميسي كمان وكمان ميسي ينطلق في سانتياغو برنابو. هدف وصنع هدف، الآن صنع هدف ويقبل قميص برشلونة ويحيي الأنصار المولعين العاشقين، يقبل القميص قميص برشلونة. لكن شوف بيكي لاحظ بيكي، لاحظ مرة أخرى، خلاص تقدم إلى الأمام دائما وأبدا. لاحظ الكرة الأولى، الثانية اللي وصلت بهذا الشكل بالكعب، يا سلام من بيكي ويا سلام من ميسي، وميسي ينطلق الآن ويسجل الهدف الثاني. قبل القميص ميسي. شوف لاحظ مرة أخرى، لاحظ يعني تواجد ميسي وين، احتفاظه على الكرة، الكرة اللي لعبها بيكي الجميلة، وبالتالي ميسي الآن يقدم. وهدف ايه؟ لانه المنقذ الهدف رقم 14 ليه في اطار مباريات الكلاسيكو. هدف ولا اروع ولا اجمل ياتي من اللاعب الافضل في العالم، ليس بفضل اهدافه في مرمى ريال مدريد، لكن بفضل لمساته وتحركاته وذكائه. ادريانو يصنع، وميسي هو من يحمل في هذه اللحظات بقى يعني الكأس ويحمل اللقب السوبر الإسبانية لفريق نادي برشلونة. يأتي منطلقا من الخلف. شوف أمامنا فابريجاس، شوف الانطلاقة أدريانو، يأتي أمامنا لمسة، وادي أمامنا ميسي يمرر ويصنع ويأتي في المكان المناسب. يا على الكورة الجميلة والهدف الجميل. ميسي دائما هو من يصنع الفارق، ليس بالمهارة بل بالذكاء وبالتواجد الرائع. وجوارديولا لا تقلق أبدا لأن ميسي موجود، لأن ميسي إذا كان موجودا فليس هناك مستحيلا، لأن